للسكوت على الكلام أحيانا، والعكس. قيل لإياس بن معاوية رحمه الله: إنك تكثر الكلام. قال: أفبصواب أتكلم أم بخطأ؟ قالوا: بصواب. قال: فالإكثار من الصواب أفضل. حفظ اللسان من التكلم فيما لا يعني. قال رجل للأحنف رحمه الله وأراد عيبه: بمسبة قومك. قال: بترك من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. عيون الأخبار. حفظ اللسان من التكلم فيما لا يعني. عن أبي بكر المورق العجلي رحمه الله أنه قال: أمر أنا في طلبه منذ 20 سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. قيل: وما هو؟ قال: الصمت عمن لا يعنيني، وما قلت في الغضب شيئا قط فندمت عليه في الرضا. الزهد للإمام أحمد. حفظ